هلو هلو. جايه لكم بقى النهارده باختراع او غدا في حله واحده بس. مش هنتعب نفسنا كتير في وقفه المطبخ وفي الحر ده يا جماعه. احنا بنطلع خلاص مفرهدين من الحر. هعمل معاكم النهارده الكبسه ومعاهم شويه سلطه خضراء تحفه. ينفع اكل منهم عادي، طبق عادي، طبق حلو كده مليان. الرز البسمتي السعرات بتاعته اقل كتير من الرز المصري، طبعا احنا عارفين. طيب هنيجي هنا كده نبدأ بسم الله. هجيب احط معلقة زيت واحدة في قلب الحلة او الوك اللي هتشتغلي فيها، وهبدأ انزل باللحمة وهفضل اشوح فيها بقى لحد ما لونها يتغير. تمام، هفضل اقلب كده فيها لحد ما لونها ما يغير. لو هي نزلت ميتها خير وبركة، ما نزلتش ميتها هنزل عليها بكوباية مية مغلية. لازم المية تنزل على اللحمة تكون سخنة. تمام، وهنزل عليها كده بوحدتين ورق لورا وهفضل بقى اقلب فيها. بصوا، فضلت اقلب فيها لحد ما وصلت للون ده. هي ليه وصلت للون ده؟ عشان كنت بسيب المية تنشف خالص فيها وتحمر كده شوية من تحت، اروح مزودة عليها المية. هنا بقى استوت خالص، شايفين ما شاء الله دايبة جميلة جدا. هنزل بقى ببصلاية صغيرة، وهنزل بلورة جديد. انا شلت اللورة القديم وحطيت لورة جديد، وخمس عيدان قرنفل، وتلاتة حبهان مفتوح، ومعلقة كاري وكركم، ملح وفلفل، ومعلقة سكر. معلقة سكر بتدي طعم حلو جدا للحم. وهنا بشر جوزة الطيب. هقلبهم برضو تقليبة. خلاص هقلبهم برضو تقليبة كده. برضو اشوح البصل. طب ليه ما نزلتيش البصل في الاول مع اللحمة؟ لا، هيكون خلاص نكهة البصل راحت والبصل هيبقى دايب جدا. انا عايزة البصل كده ينزل قبل الرز بحاجة بسيطة جدا. هنزل بقى، ده نص كيلو رز بسمتي اللي هو الابيض مش الاصفر، مغسول ومصفيه كويس. وهنزل بقى بقدار المية السخنة. شايفين انا مش مغطية على الاخر اهو. هنا بقى كده وهو بيغلي ويتشرب، واحطه بقى على نار هادية خالص لحد ما يستوي. هنا بقى خلاص العظمة اللي انا عملتها ريحته يا جماعة قلبت البيت حرفيا. هغرفه بقى هنا. ده طبق منه مش هيحصل اي حاجة. برضو انا بقول لكم تاني، انا عملت هنا كل ده بمعلقة زيت واحدة. عايزة تبدلي الزيت وتحطي سمنة بلدي، حطي سمنة بلدي، ولا هتفرق معانا في حاجة. لان انا مش واخدة كل الكمية، انا واخدة يا دوبك كام معلقة رز كده بسمتي، السعرات بتاعته قليلة جدا. مش زي طبعا السعرات المصري، حلو جدا وجبة غدا مع الطبق السلطة، حاجة خرافة. طبعا السلطة بتاعتي انتوا عارفينها. ودي كانت اكلتي النهاردة، ويا رب تعجبكم. باي باي.